ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ رجعنا لكم يا جماعه فيديو جديد وشرح جديد من منصه وان اكس بت. النهارده يا جماعه هعرفك ازاي تقدر تحقق اعلى ارباح من لعبه كراش، لعبه الطياره في منصه وان اكس بت. واعرفك ازاي تقدر تلعبها بطريقه صحيحه وما تخسرش منها خالص، وتعوض اي فلوس انت خسرتها ومش هتخسر فيها تاني. ماشي يا شباب. بس قبل يا جماعه ما نخش في الشرح النهارده، عايز اقول لكم ان احنا عاملين مسابقه بقيمه يا جماعه 5000 جنيه على 10 اشخاص، كل شخص 500 جنيه يا شباب. كل شخص 500 جنيه حبايب قلبي، هنبعتها لهم على حسابهم في اللعبه. شروط المسابقه يا شباب: شروط المسابقة ان انت تكون مسجل ببرومو كود ES124، وتكون عامل اشتراك للقناة معانا يا شباب، وبعت لنا رقم حسابك في جروب التليجرام. هتلاقوا رابط جروب التليجرام في الوصف اسفل الفيديو. وكمان يا شباب، لو انت كنت عامل حساب قبل كده، اسحب اي فلوس معاك في حسابك وسجل معانا بالبرومو كود ES124، وابعت لنا رقم حسابك، وهنبعت لكل شخص 500 جنيه حبيب قلبي. طيب البرومو كده يا شباب، دي برضو من مميزاته ان هو بيخليك تاخد 200% من اي ايداع انت بتعمله، وكمان بتخلي نسبة حظك في الالعاب بتصل لحد 85%. تمام يا شباب. والناس اللي هي جديدة معانا خالص، هسيب لكم في وصف الفيديو طريقة التسجيل بعد التحديث الجديد يا شباب. طيب نخش يا جماعة كده في استراتيجي لعبة النهاردة على طول، نخش على لعبة الطيارة. بصوا يا شباب، عايزك تكون عارف وواثق ان لعبة الطيارة دي او اي لعبة على منصة اكسبت معمولة اصلا علشان تخسرك، مش علشان يدولك او يكسبوك. فانت لازما تلعب صح، لازما تلعب صح. طيب تلعب صح ازاي؟ انت خليك لو انت داخل ب50 جنيه او ب100 جنيه، خليك واثق ان انت تخسرها. انت لازم يكون معاك مبلغ علشان تقدر تعوض اي خسائر. ماشي، انا هخش اول مثلا اول دور ب100. ماشي، وهسيبها لحد 2 علشان اشوف بس الطيارة عاملة ايه. ماشي. طيب يبقى احنا يا جماعة خليك بتلعب. انا سحبت اهو. ماشي، سحبت، فزنا حبيب قلبي. هدخل برضو الدور ده ب100، بس هسحب عند ال1.5. تمام، يبقى احنا يا جماعة نلعب. احنا كنا بادئين ب29,500. تلعب، ما تطمعش، لازم يكون معاك رقم كويس تقدر تلعب بيه. انت العب بنفس الاستراتيجية اللي انا بلعب بيها، بس العب بارقام صغيرة. بدل ما انا انا حاليا بدخل ب100، انت تدخل ب10. ماشي. انا مثلا خسرت، اضرب الرقم ده في 3 وهدخل وهسحب برضو عند ال1.5. ماشي. انا مش عايزك يا جماعة تزيد عن ال1.5. 1.5 قريبة وتقدر تعوض بيها اي خسائر انت خسرتها. 1.5 يا جماعة ونسحب اهو. 1.5 ونسحب. طيب بص يا شباب، ادام ما الطيارة ما عدتش ال5، ندخل الادوار كلها. ماشي يا شباب. انا كسبت، ارجع تاني لاقل مبلغ انا بخش بيه. ماشي، خسرت اعلى. ماشي، علشان كده بقول لك لازم يكون معاك راس مال. طب خسرت اهو، بص خسرت، اضرب الرقم في 3. ماشي، وهدخل بال300. يلا يلا، بلاش تطمع، بلاش تطمع، حتى لو خسرت بلاش تطمع. ماشي، ونسحب برضو عند ال1.5. خسرت، خلي قلبك جامد. خسرت، خلي قلبك جامد. حلو قوي، حلو قوي الكلام ده. ماشي، كسبت، تنزل ل100. بس انا مش هنزل ل100 يا شباب، انا هلعب الدور ده ب500. انا هغامر شويه وهسحب برضو عند ال1.5. ما تغامرش، انا بغامر يا جماعه علشان انا معايا رقم كبير، ولو خسرت بقدر اعوض. انت ما تغامرش اهو. نسحب عند ال1.5. يلا اهو. طيب بصوا يا شباب، الدور ده ماشي، وصلت ل4. طيب يبقى في احتمالية ان الدورين او التلات ادوار اللي جايين مش هتوصل ل2 اصلا. فانا بقى هلعب باقل حاجة معايا. انت العب ب10، انا مثلا هلعب ب100 وهسحب عند ال1.5. ماشي اهو. شفتوا يا شباب، شفتوا يا جماعة اهو. نسبة الحظ عالية، نسبة الحظ عالية. وده يا جماعة علشان الحساب ده متسجل ببرومو كود ES124. تمام يا شباب. لما بتسجل يا جماعه برومو كود ES124 يا جماعه، بيخلي نسبه حظك في كل الالعاب في المنصه عاليه. او خسرت اضرب في 3. المفروض اخش ب 300، بس انا هدخل ب 500. ماشي، هدخل ب 500. يلا، وهسحب عند ال1.5. احنا يا حبيبي بنلعب باستراتيجية ال1.5.
وخليك واثق 100% ان البرنامج معمول علشان يخسرك. البرنامج ده يا شباب ما يعرفكش علشان يديك فلوس، هو معمول علشان يخسرك. ماشي، فانت العب صح والعب بذكاء وبلاش مغامرة. اهو انا كسبت يا شباب. ناخد سكرين جميل. ماشي، بلاش تغامر بلاش تغامر. اهو انا كسبت يا عم، انا حلو اوي كده. كنا داخلين 29500، دلوقتي يبقى معانا 30300، يعني حوالي من 800 جنيه في اقل من 3 دقايق. تمام يا شباب، وانتظرونا فيديوهات وشرح تاني كتير يا جماعة، والسلام عليكم ورحمة الله.